نبحث دائما عن من يتحمل مسؤولية عن أخطائنا. طبعا محمد الجنيبي هو الحكم الإماراتي، حكم 4 سنوات على اللائحة الدولية، وهو من الحكام الشبان. أنا أعتقد يمتلك مقومات حكم جيد ومتميز، لكنه يحتاج لبعض الخبرة. سنشير إلى ذلك عندما نتحدث عن الحالات. طبعا الحكم يمتلك سرعة ممتازة، أداء بدني عالي، قدرة على دخول عمق منطقة جزاء، تقدير المخالفات بشكل جيد، سيطرة على المباراة بشكل عام بشكل جيد. أيضا كان ينقصه كما ذكرت بعض الخبرة في التمركز، أو بالأحرى في المتابعة والتركيز، وخاصة داخل منطقة جزاء عندما كان هناك كثافة من عدد اللاعبين. نبدأ بالحالة الأولى، وهي أعتقد نقطة تحول بالنسبة للمباراة. وفي الدقيقة 4 أو 25 كان هناك مخالفة ارتكبها هيثم كاظم تستحق الإنذار، والإنذار الثاني بعيدة 7 دقائق تماما. ليس مبرر للاعب دولي على هذا المستوى أن يرتكب مخالفة في هذا المكان. هناك هجمة مرتدة، نلحظ هنا ليس لديه الرغبة أن يلعب الكرة، تقدم ليعيق تقدم لاعب، وهناك هجمة مرتدة تبنى لصالح الفريق البحريني في محاولة لإعاقة هذه الهجمة أو إجهاضها. إذا كان يستحق الإنذار لهدف المخالفة وليس لقوة المخالفة أو طبيعة المخالفة. وكما ذكرت كان يتوجب على اللاعب، وقد ارتكب مخالفة قبل 7 دقائق، أن يترك اللاعب ولا يرتكب مخالفة في هذا المكان بالذات. إذا هذه نقطة تحول أنا أعتقد، ويتحمل مسؤوليتها اللاعب. في الدقيقة 28 كان هناك أنا أعتقد الهدف، نتحدث عن هدف، وتحدث هدف البحرين. طبعا الكرة مرت من محمد سالمين باتجاه سليمان عيسى. طبعا سلمان عيسى سنلحظ بأن طبعا ليست في هذه الحالة، أيضا هنا في هذه الحالة أيضا عبد الله إسماعيل كان في موقف صحيح. سنعود للحالة من موقف الحكم المساعد، ونتوقف هنا لحظة لعب الكرة، نتوقف لنلحظ أن اللاعب باسم عباس، وهو اللاعب المتواجد المدافع الواحد، هوار متواجد داخل منطقة الجزاء في بينما كل اللاعبين خارج منطقة الجزاء. إذا هو يقوم بعملية تغطية. هو في هذه اللحظة عندما خرج ليوحي الحكم أو يضغط أو يؤثر على قرار الحكم بأن هناك حالة تسلل، لم يلجأ إلى لو ذهب لكان تابع اللاعب الذي أحرز هدف، وهو عبد الله إسماعيل. في هذه اللحظة الأخرى عندما مرر محمد أو سلمان عيسى كان الكرة أقرب إلى خط المرمى من اللاعب التي مرت له الكرة، وبالتالي إذا الكرة لم يكن كان الهدف صحيحا. نعم. وهو أعتقد كان يتحمل مسؤولية كبيرة مرتين. نعم. في الحالة المهمة، وأعتقد هنا كانت يمكن أن تكون نقطة تحول لصالح الفريق العراقي ويعود للمباراة. كانت في الدقيقة 30 أنا أعتقد من ركلة حرة مباشرة قرب منطقة جزاء البحرين. نلحظ هنا لعبت الكرة، نلحظ اللاعب البعيد، الحكم ينظر إلى مكان تنفيذ الكرة والحائط الدفاعي، وهناك عملية مسك. نلحظ عملية المسك. نعم. الواضحة جدا ضد أعتقد جاسم غلام يمنعه فوزي عايش. نلحظ. نعم. باليد اليسرى حتى يخفي على الحكم لا يركز على اللاعبون المتواجدون داخل منطقة الجزاء، فيما كان يركز على مكان لعب الكرة. وهنا الخبرة تلعب أساسا في تقييم هذه الحالة. يحتاج إلى تركيز أكثر، يحتاج إلى ضبط كل اللاعبين المتواجدين داخل الصندوق حتى يستطيع أن ولا يبحث عن الكرة ولا ينظر الكرة، ينظر إلى تحركات اللاعبين وأفعالهم حتى يستطيع أن يتخذ قرارا صحيحا بركلة جزاء. كان يمكن أن تعيد الفريق العراقي. نعم. هذه الحالة الوحيدة أعتقد بالنسبة للفريق العراقي. نعم. طبعا ننتقل إلى الشوط الثاني الدقيقة 65. كان هناك ركلة جزاء، وركلة جزاء صريحة وواضحة. أولا نتحدث عن موضوع ليس هناك حالة تسلل. اللاعب طبعا عبد الله اسماعيل لم يكن في موقف تسلل عندما لعبت كرة من رمي التماس، تقطع هنا بشكل خاطئ في هذه اللحظة. ونتوقف في هذه اللحظة عند لحظة التمرير، نلحظ اللاعب كان في موقف صحيح، وانطلق بين كل اللاعبين الذين توقفوا في محاولة لضبط مصير التسلل. هنا اللاعب يمتلك فرصة وحقق التسجيل متكاملة الشروط، مسيطر على الكرة، مواجه للمرمى، ليس لديه أي لاعب آخر سوى حارس المرمى الذي يعيقه بشكل واضح وسافر. إذا كان تحتاج طبعا ركلة جزاء واضحة، خطأ داخل منطقة الجزاء. وأيضا نلحظ هنا يحاول نوري صبري أن يعرقل ومن ثم أن يمسك، يعرقل بالقدم وباليد لعبد الله اسماعيل. إذا ركلة جزاء وطرد صريحين تماما. ننتقل إلى الحالة الأخيرة، وركلة
الجزاء المحتسبة في الدقيقة 80. نلحظ طبعا عملية المسك. نعم. في الدقيقة 80 كان هناك ركلة جزاء لصالح الفريق العراقي، واعتقد انه كان محقا الحكم بذلك، لكن تحتاج ليس هناك حالة تسلل على يونس محمود، حالة تقدم داخل العمق من ركلة جزاء، مسيطر تقريبا كاد يسيطر على الكرة او مسيطر ومواجه المرمى مع حسين علي الذي يقوم بعرقلة اللاعب طبعا يونس محمود. ركلة جزاء صحيحة، لكن انا اعتقد كان يتوجب على الحكم كما اشر البطاقة الحمراء هناك ان يشر البطاقة الحمراء للمدافع لوجود فرصة محققة مكتملة الشروط كما ذكرنا. لاحظ هنا العرقلة وليست الاحتكاك البدني، العرقلة سنلاحظها من زاوية أخرى، نلحظها أيضا من زاوية أخرى ستكون أكثر وضوحا. نلحظ هذه الحالة ونلحظ قدم يونس محمود بين قدمي، اولا بالركبه ومن ثم بالركبه الاخرى ومن ثم بالقدم، وركله جزاء صحيحه كانت تحتاج كما ذكرت الى حد. اذا جمال، موضع اعتراض الجمهور العراقي ما كان فيه شيء خطا، ضربات الجزاء صحيحه، الطرد صحيح، لكن كان هناك ضربه جزاء العراق لم يلحظها الحكم وكان يجب ان يطرد المدافع البحريني حسين بابا. شكرا لجمال الشريف.